سميها. قلتلكوا قبل كده أنا دكتور، وكل اللي ببني عليه العلم وبس، لحد اليوم اللي اتنقلت فيه لعنبر 13. للأسف المكان ده اكتشفت إن هو ما كانش مستشفى. المكان ده كان حاجة تانية، وأول مريض قابلته كانت المريضة سهير. وللأسف الملف بتاعها ما فيهوش تشخيص واضح، بس الصور اللي كانت في الملف كانت كفاية. جلدها دايما كان بيظهر عليه علامات زي نقوش. الغريب ان زي ما كان بيظهر فجأة كان بيختفي برضه فجأة. سهير كانت قدامي طول الوقت هادية، لحد بس ما ضايقتها بكلمة واحدة، وفي لحظة قدامي اسمها بدأ يتلوى. كنت سامع بوداني صوت عظم جسمها بيتكسر. كانت بتقدر تلف أطرافها وراسها بطريقة غريبة، غريبة لدرجة إنه مستحيل أي إنسان طبيعي يعمل كده.